بلدنا عايزة ناس تحفظها وتخلي بالها منها وتبنيها وتعمرها ليها وللأجيال اللي بعد كده. عملية الاختيار، عملية التأهيل، هنا احنا بنعمل مثال تطبيقي على اللي احنا بنتمناه في بناء الإنسان في مصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تفقد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وعدد من قادة القوات المسلحة منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية. بدأت الجولة التفقدية بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الأكاديمية ودارسي الدورات المدنية، مؤكدا أن تواجد النخب المدنية الواعدة إلى جانب أقرانهم من طلبة الكليات العسكرية داخل الأكاديمية هو بداية منظومة التكامل والتعاون بين شباب مصر بمختلف تخصصاتهم، كونهم أمل مصر وسر نهضتها، وأن هذا التكامل هو حجر الأساس لبناء الإنسان داخل النسيج الوطني والضمانة الحقيقية لحماية مقدرات هذا الوطن ورفعته في مختلف المجالات. وأشار الفريق أشرف سالم زاهر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للأكاديمية العسكرية المصرية وبرامجها الدراسية التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التأهيل، وأوصى الدارسين بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية ومداومة الاطلاع الذي يحقق الوعي الصحيح بكافة القضايا والموضوعات، موجها التحية لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية على دورهم الفعال في منظومة التأهيل. أعقب ذلك مشاهدة عدد من الأنشطة الرياضية التي ينفذها الطلبة والدارسون بشكل يومي. كما قام القائد العام للقوات المسلحة والسادة الوزراء بمشاركة دارسي الدورات المدنية طابور اللياقة. تلاها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة والأنشطة الخاصة بالتأهيل البدني. مصري
وناقش الفريق أشرف سالم زاهر دارسي الدورات المدنية في عدد من الموضوعات التي تتعلق بمجالات دراستهم بالأكاديمية، ومدى تأثير ذلك على صقل سماتهم الشخصية والارتقاء بمستوياتهم العلمية وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وفي ختام الجولة شارك وزير الدفاع والسادة الوزراء الطلبة تناول وجبة الإفطار.